ماذا وجدت في القرآن الكريم بعد انتقالك من الغناء إلى تلاوة القرآن الكريم؟ سبحان الله العظيم، أنا يمكن اكتشفت ساعتها أن الواحد ضيع وقت كبير قوي من حياته في حاجات يمكن مش هتنفعه بل هتضر. ويمكن لما انتقلت لمرحلة القرآن الكريم وبدأت أختلط بتلاوات ناس كتير في القرآن وقراءة القرآن نفسه، يمكن اتضح لي حاجات ما كنتش هعرفها لولا ان انا قربت من القرآن. القرآن سبحان الله العظيم يعني هو يمكن بينور بصيرة الواحد شوية لبعض الحاجات اللي ممكن تبقى مستعصية عليه في الأول وهو مش قادر يحدد ده صح أو ده غلط. فطبعا غير اللذة اللي الواحد بيلاقيها في القرآن، يعني الواحد أصبح بفضل الله عز وجل القرآن هو بالنسبة له دواء لكل حاجة. ف يعني الإنسان وجده في القرآن خلاه يندم على كل لحظة هو يمكن فضل فيها بعيد عن القرآن. واكتشفت ساعتها إن هو يعني يمكن استثمار الإنسان لوقته في القرآن، سواء بتعلم التجويد، سواء بقراءة القرآن، سواء بالتدبر للمعاني، بتوصل الإنسان عقله لمرحلة معينة. يمكن الواحد بقى يكتشف حاجات ما كانتش تخطر على باله. وممكن بفضل الله عز وجل بفضل القرآن انت الواحد بقى يعني يمكن يقابل ناس يعني بفضل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى رفعهم بالقرآن يمكن ما كانش عمره يتخيل ان هو يقعد معاهم. ما شاء الله. فالقرآن بصراحة الله وخاصته جدا. والله فالقرآن سبحان الله العظيم يعني هو مش بس الحياة الشخصية، لا، الحياة حتى اللي حواليك، البيئة اللي حواليك بدأت تتغير، بدأت تتبدل من ناس بيسمعوا أغاني وبيغنوا لناس تانية علماء وناس يعني فقيهة في الدين، ناس حافظة كتاب الله عز وجل، ناس بتتدبر القرآن. وبقت حياتنا بفضل الله عز وجل كل ما نقعد في قعدة، يعني بفضل الله عز وجل زي القعدة المباركة دي اللي احنا قاعدين فيها، يمكن كل كلامنا عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الدعوة. يمكن قبل الحلقة كنا دايما بنتكلم عن الدعوة وأثر الدعوة. لولا القرآن أنا ما كنتش هبقى قاعد القعدة دي، ولا كنا هنبقى بنتكلم عن ربنا، يمكن كنا هنبقى بنتكلم عن الأغنية الفلانية اللي نزلت. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، وأثر القرآن عظيم على قلب الواحد وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي. هنيئا لك على هذا الفكر المتميز الذي تمتلكه. الله خير. فعلا أنت قدوة مش فقط كقارئ، أنت قدوة فعلا، نموذج شبابي مشرف في العالم العربي. يا ريت كل الشباب يفكروا مثل ما يفكر الإسلام. أنا يعني أتمنى أن أنا أبقى أهل ان انا اكون قدوة. والله يعني الواحد يمكن مقصر جدا والله، وشايف موضوع القدوة ده كمان مسؤولية كبيرة قوي. صحيح. لان يمكن اي خطأ الواحد هيعمله هيحسب عليه.